الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب خلقنا آدم وحواء وأرسل إلينا الأنبياء بالتوحيد والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الكرام الأطهار أما بعد فيا أمة الإسلام من علماء إلى كبير الأجلاء فإننا نذكر لكم من في علم العقيدة من نظم سلم الوصول إلى علم الوصول لحافظ ابن أحمد الحكمي فإننا نقول لكم قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول واجب على الأبيد معرفة الرحمن بالتوحيد ومن كل الأوامر عزموا وهو نوعان يا من يفهموا إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الأولى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباري والمصور وللبرايا منشئ الخلائق مبدئ بلا مثال السابق أول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد الكبير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي هو قهر وعلو الشان جلال الأضداد والأواني له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية هذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم ذكره للقرب والمية لم ينفي للقلوب والفوقية إنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف لجاذباته فلا يبنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد من يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أذله بعدله هم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا تريد حكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتداء والذي يراد في بزره في الظلمات فوق ثم الصبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.